فيلمنا بيبدأ مع مؤلف وكاتب وهو بيكتب قصة جديدة على الآلة الكاتبة بتاعته، وبيقول إنه هيحكي قصة عيلة من 5 أفراد. وهيبدأ كلامه بفيولا البنت الأكبر والأذكى، عبقرية من صغرها، اتصنفت إنها الأذكى في العالم وسنها 14 سنة بس، واللي بمجرد ما بتربط شعرها بيبقى هتخترع حاجة، وبتكون قادرة إنها تخترع أدوات جديدة من الحاجات المهملة والمرمية حواليها، لأن نظرتها للأشياء بتكون مختلفة ومميزة. وأفضل شخص بيجرب اختراعاتها هو كلاوس أخوها الصغير، واللي كان بيعشق القراية والكتب لأن أهله كان عندهم مكتبة كبيرة جدا مليانة كتب، وكل كتاب بيقراه كان بيحفظه. والأخت التالتة هي ساني الأصغر منهم، وكانت بتعشق إنها تعض أي حاجة بسنانها. وفي يوم بيكون الأطفال التلاتة قدام البحيرة، وبيجي لهم بو مندوب من البنك ومحمل عيلة عشان يبلغهم إن أهلهم ماتوا في حريق بيتهم، والنار أكلت كل حاجة والبيت اتدمر تماما وبقوا أيتام. ومحدش قدر إنه يعرف سبب الحريق غير إنه بسبب انكسار الضوء اللي جاي من الشباك، وكأنه عدسة مكبرة جمعت ضوء الشمس في مكان واحد. ودي كانت بداية النار اللي مسكت في البيت كله. وبيدخلوا البيت وبيشوفوا اللي حصل فيه، وبياخد كلاوس باله من منظار ذهبي في مكتب والده، وبيبلغهم بو ان هو المنفذ الشرعي لوصية اهلهم، وفلوس اهلهم هتفضل معاه لحد ما يبلغوا سن الرشد، وساعتها هيقدروا يستلموا الفلوس ويتصرفوا فيها زي ما يحبوا، وانهم هيعيشوا مع قريبهم الكونت اولف واللي شغال ممثل وحاليا اقرب واحد ليهم. وبيروحوا على بيته وبيبقوا فاكرين انهم هيقعدوا في بيت جميل كله ورد، لكن بيكتشفوا ان بيت اولف هو اسوأ بيت موجود في المدينه، لانه دايما مظلم وكئيب وشبه متهالك. وبيبقى اولف مستنيهم وبيرحب بيهم في بيته المتواضع اللي هيعيشوا فيه، وبيبقى كاتب على ايده اسمائهم عشان مش مهتم يحفظ اسمائهم اصلا. وبيقولوا بو انه هيبقى الوصي الشرعي على الاطفال بعد الجلسه اللي هتتم يوم الخميس، فبيفهم اولف انه لازم يمثل عليهم انه بيحبهم لحد يوم الخميس. وبعد ما بيخرج بو من البيت بيقول لهم اولف ان بيته مش زي القصر اللي كانوا عايشين فيه، لكنه قريب هيورث ثوره كبيره هتغير حياته تماما، وبيبقى قاصد انه هياخد ثروتهم ويخلص منهم. وبيوريهم بيته المتدمر وبيقول لهم انهم هيعيشوا فيه مده طويله، وبيوديهم لاوضتهم عشان يناموا مع ان الجو لسه نهار، وبيبقى كلهم مش حابين ولا حابين يقعدوا معاه اساسا، وبيعملهم كلهم كانهم خدامين، لدرجه ان تاني يوم بيديهم ورقه فيها 172 مهمه لازم يعملوها، وبتشمل التنظيف والتلميع والترويق والطبخ وكل حاجه في البيت. وبيجيب اولف زمايله في الفرقه التمثيليه بتاعته عشان يتدربوا على ادوارهم في البيت، وبيطلب من الاطفال يحضروا الغدا، وبيبقى مفيش ولا حاجه في البيت ممكن تتاكل الا مكرونه مرميه وسط ادوات المطبخ، وبيقدروا يعملوا اكل من كل الحاجات المرميه حواليهم. وما بيقدموا الاكل لاولف بيتخانق معاهم لانه عايز لحمه مش مكرونه بس، ان المفروض كل طلباته تبقى مجابه، لانه تفضل عليهم وسمح لهم يعيشوا معاه في بيته الجميل، وانه مستحملهم لحد ما يبقى الوصي الشرعي عليهم. ساعتها هياخد كل ثروتهم ويتمتع بيها وهم بيخدموه. وساعتها كلاوس بيقولوا انه مش هياخد ولا دولار منهم، ومش هيسمحوا له انه ياخد فلوس اهلهم. وبيطلع الاطفال لاوضتهم وهم متضايقين بسبب اللي بيحصل فيهم، وبيبقوا خايفين من اللي جاي لان اوليف واضح انه عايز ثروتهم وبس. بيجي يوم الخميس وبتصدر المحكمه حكم رسمي بان اوليف هو الوصي الرسمي على الاطفال، وبياخدهم معاه في عربيته وهم راجعين من المحكمه، وبيقف علشان يجيب لهم حاجه يشربوها، وبيقفل العربيه وراه عشان ما يقدرش الاطفال يخرجوا منها. وبتلاقي فيولا كتاب قانون الميراث في العربيه وجواه جدول مواعيد، وفجاه بيسمعوا صوت قطر من بعيد، وبيكتشف ان اوليف راكن العربيه على قضيب القطر نفسه، وجدول المواعيد ده وجدول مرور القطر من النقطه اللي هو راكن العربيه فيها، لان ناوي يخلص عليهم هما الثلاثه، وساعتها كل ثروتهم هتبقى باسمه لانه الوصي الشرعي عليهم ومنهمش اي قرايب غيره. وبيبقى اوليف مبسوط جدا في المحل لانه مستني القطر يعدي على العربيه يدمرها. وبتعرف فيولا انهم هيموتوا لو ما اتصرفوش فورا. تسال اخوها لو قرا اي كتاب عن القطورات يمكن يساعدهم، بيقول لها انهم لو وصلوا لدراع تغيير اتجاه القطر ممكن يغيروا مساره وما يدمرش العربيه. فبتربط فيولا شعرها وبتفكر ازاي هتقدر تعمل كده، وبتخلع جلد العربيه وبتعمله حبل، وبتخرج من الكرسي سوست عشان تساعدها في رمي الحبل بعيد على الدراع. واول ما الحبل بيتلف على الدراع بيقدروا انهم يحولوا مسار القطر، وبيعدي من قدام العربيه بالظبط. وبيكون اوليف مبسوط ومستني يسمع صوت الاصطدام، لكن بيتصدم لما بيلاقي ان مفيش حادثه حصلت والاطفال لسه عايشين. ومن حظ الاطفال الحلو ان مستر بو بيكون معدي من نفس المكان، وبيلاقي ان ساني قاعده في مكان السواق، وبيفتكرها ان هي اللي كانت سايقه العربيه، وبيقدر انه يسحب وصايه الاطفال من ايد اوليف لانه مش قد مسؤوليه الاطفال. وبيتم نقلهم على بيت الوصي الشرعي الجديد، وبيتمنى الاطفال ان الوصي يبقى شخص طيب او على الاقل ما يحاولش يقتلهم. وبيروحوا على بيت مستر مونتي اللي هيعيشوا معاه الفتره الجايه، وبيرحب بيهم وبيفرجهم على بيته واللي بيكون مليان زواحف وبالاخص التعابين، وبيقول لهم انهم هيساعدوا في لم حاجته لانهم مسافرين تاني يوم، وبيفرجهم على زواحفه ومنهم الكبرى اللي براسين والضفدع ابو 3 عيون، وبيوريهم التعبان الاسود وبيقول لهم انه طيب جدا ومش سام خالص، وانه عاشق تربيه الزواحف دي كلها. واخيرا بيبقى الاطفال عايشين مبسوطين مع مونتي لحد ما في يوم بيلاقوا الباب بيخبط، وما بيفتحوا بيلاقوا اوليف متنكر في هيئه مساعد مونتي الجديد. لكن الاطفال بيكتشفوا تنكره بسهوله جدا، وبيبقى مونتي محتاج مساعد ضروري لان المساعد بتاعه اختفى فجاه بدون سبب. وطبعا اوليف بيبقى ورا اختفاء المساعد لانه ربطه في قطر وقتله عشان ياخد مكانه ويقرب من الاطفال تاني. وبيدخل اوليف البيت وبيفضل يتكلم عن الزواحف عشان يبين لمونتي انه مهتم. بيبقى كلاوس عايز يبلغ مونتي ان اللي قدامه ده نصاب بيكتب على جلد التعبان انه اوليف دجال، وبيفهم مونتي رسالتهم وبيقرر انه يتصرف تاني يوم.
لكن لما بيجي تاني يوم بيبقى مونتي اتقتل وبيبلغوا الشرطة، وبعد التحقيق بتقول الشرطة إن التعبان الأسود مختفي وفي آثار عض على الميت، ده معناه إن التعبان هو اللي قتله وهرب من قفصه. وبتبقى فيوليت متأكدة إن التعبان الأسود ما بيعضش ولا مضر زي ما مونتي قال لها، ومحدش بيصدق كلامها ولا بيصدقوا ان اوليف هو القاتل، لحد ما بتروح صاني ناحيه التعبان الاسود وبتلعب معاه، وبيبان قدام الشرطه ان التعبان فعلا مستحيل يكون هو اللي قتل مونتي، وبيبداوا يشكوا في المساعد نفسه اللي هو اوليف، لكن بيبقى هرب من البيت قبل ما يتقبض عليه، وبياخدهم بول تاني مره عشان يوديهم لوصي جديد عليهم وهي خاله جوزفين، وبتبقى عايشه على جزيره بعيده عدد سكانها قليل، وبيتها شكله غريب لكن ارحم من بيت اوليف، وبترحب بيهم وبتقولهم ان بيتها برد شويه لانها مش بتشغل السخان بسبب خوفها من انفجاره، ولا بتلمس مقابض الابواب الازاز لانها بتخاف ينفجروا هما كمان، ولا بتقرب من التلاجة لانها بتخاف تقع عليها تقتلها، وبتوريهم البوم صور ليها وبيلاقوا صور جامعه لناس كتير بما فيهم والدهم ووالدتهم، وكلهم معاهم المناظير اللي كلاوس شافها في مكتب والده، وهما بيسالوا عن المناظير بتتوتر جوزفين وبتاخد الالبوم منهم، وبتتكلم عن جوزها اللي مات لما حشرات كتير هاجموه اسمها حشرات العلق وقتلته وهو في البحر، وبتوريهم الجزيره من شباك بيتها، وبتقولهم ان هي وجوزها استكشفوا الجزيرة دي كلها وعارفين كل مكان فيها حتى المهارة المتجمدة شافوها، وبتحكي له عن العلق ان اسنانه حادة جدا وملوش عيون بيشم الاكل على بعد مسافة كبيرة، وان اول ما بيوصل لمكان الاكل ما بيسيبوش لو هو مخلص عليه، وبتبقى حالة جوزفين العقلية مش في احسن حالتها وبيحاولوا انهم يخرجوها من البيت، وبتبقى مرعوبة من كل حاجة حواليها لحد ما بيقابلوا الكونت اولف تاني، لكن المرة دي بيبقى متنكر في لبس صياد على اساس انه صياد من الجزيرة، وبيكون عارف ان جوزفين مهتمة جدا بقواعد اللغة الصحيحة، عشان كده بيفضل يتكلم عن اهميتها في نطق الكلام، وبتنبهر بجوزفين وبيحاول الاطفال انهم يعرفوها حقيقه الصياد اللي قدامها لكن ما بتصدقهمش، وبتعزم اولف على العشاء عندها في البيت وبتسيب الاطفال عشان يجيبوا الاكل اللي هيتعمل، واما بيروحوا على البيت بيلاقوا ان جوزفين اختفت من البيت وشباك بيتها الكبير مكسور وكانت نطت منه او اترمت في البحر، وبيبقوا فهموا ان اولف قتلها، وبيلاقوا رساله انتحار جنبهم، واما بيقراها كلاوس بيلاقي ان فيها غلطات املائيه كتير، وبيبقى موضوعها ان جوزفين بتسلم الاطفال للصياد عشان يهتم هو بيهم ويربيهم، وبيستغربوا ازاي خانتهم اللي بتعشق قواعد اللغه بتغلط في الكتابه، وساعتها بيستفاد كلاوس من الكتب اللي قراها عن الشفرات والرموز، وبيعرف ان جوزفين ما ماتتش انما مستخبيه في المغاره المتجمده اللي في اخر الجزيره، وغلطاتها الاملائيه عباره عن لغز اليوم عشان يروحوا لها، وقبل ما يطلعوا من البيت بيلاقوا عاصفه قويه ضربت البيت وبدا انه يتدمر، وبيحاولوا انهم يخرجوا منه لحد ما بيلاقوا ان العاصفه هديت، لكن البيت بيبقى شبه اتدمر وواقف على خشب قليل وباب البيت بعيد عنهم، فبتربط فيولت شعرها وبتفكر ازاي يخرجوا من المكان، وبتستقر انها ترمي المرسله وراها على الخشبه اللي واقف عليها البيت، وساعتها البيت نفسه هيميل على الباب ويقدروا ينطوا ويهربوا من المكان، وبينجحوا في خطتهم، وساعتها بيقرروا انهم لازم يروحوا يدوروا على خالتهم بنفسهم لان الشرطه مش هتصدقهم كالعاده، ولان كلاوس بيكون قرا 15 كتاب عن الابحار بيقدروا ياخدوا مركب وبيتحركوا بيه على المغاره المتجمده اللي جوزفين مستخبيه فيها، وبيلاقوها هناك وبيقنعوها انها لازم ترجع معاهم باي شكل عشان لو رجعوا من غيرها اوليف هيبقى هو الوصي عليهم وهيحاول يقتلهم تاني عشان ياخد ثروتهم كلها، وبترجع معاهم لكن في نص الطريق بتلاقي ان العلق جاي عليهم، وده لانها كانت لسه واكله موز ومخبيه عن الاولاد، وبيهاجم دود العلق المركب وبياكل في الخشب لحد ما بيجي لهم اوليف بالمركب بتاعه وبينقذ الاطفال وبيسيب جوزفين لوحدها وهي في المركب لحد ما بتغرق وبتموت، واما اوليف بيلاقي ان في مركب شرطه جاي عليهم ومعاهم بون محامي بيمثل انه بينقذ الاطفال من الميه، وبيقول لبونه ما يقدرش يبعد عن الاطفال وحس انهم في خطر وجي في الوقت المناسب عشان ينقذهم من الموت، وساعتها الشرطه بيصدقوه وبو كمان، وبيرجع وصي من تاني على الاطفال، لكن بو يفهمه ان في حاجه هو ما يعرفهاش عن قانون الميراث، وهي ان لو الاطفال ماتوا هو مش هيورث ولا دولار من ثروتهم، واللي هيورث هم ازواجهم، وده لو كانوا متجوزين او اقرباء دم بس، وساعتها بيخيب ظن اوليف انه كان هيقتلهم على الفاضي، لكن بتجيله فكره بسرعه وبيعرض على ابوه انه لازم يشوف مسرحيته الجديده، وبيعمل اوليف مسرحيه قصتها انه هيتجوز فيوليت، وجاب واحده شغاله قاضيه حقيقيه عشان تجوزهم بشكل حقيقي، وبيقنعها انه جايبها عشان واقعيتها في التمثيل، وبيقول لفيوليت انها لو رفضت تتجوزه هيقتل ثاني اختهم الصغيره لانه واخدها رهينه، وبتبقى مجبره انها توافق، وبتبدا المسرحيه وبيتقدم لها اوليف وبيبدا الفرح، وبيبقى المفروض انها تمضي على قسيمه الجواز الحقيقيه، وبيكون كلاوس بيحاول انه ينقذ ساني من الموت، وما بيطلع على البرج بيلاقي قدامه عين شبه العدسه المكبره بتقدر انها تركز الشمس وتحرق اي حاجه تتركز عليها، وبيلاقي العين بقت متوجهه ناحيه بيته اللي اتحرق، وبيعرف ان اوليف هو اللي كان سبب في حريق بيته وموت اهله، وبتبقى اخته خلاص مضت على وثيقه الجواز، وبتحاول انها تشرح لكل الموجودين انها ما كانتش مسرحيه والجواز اللي حصل ده حقيقي ومحدش صدقها برضه، لحد ما بيقول لهم اوليف ان فيوليت عندها حق وتجوزها فعلا عشان يورثها،
ومحدش يقدر يقف قدامه لأنها بقت مراته رسمي، وفعلا ما بيقدرش الشرطي إنه يقبض عليه لأنه مشي حسب القانون. وساعتها بيبقى كلاوس مستني أشعة الشمس تظهر، وبيحرك العين على وثيقة الجواز وبيقدر إنه يحرقها، وبيبوظ الجواز وكل الحضور بيهجموا على أوليف وبيتعرض للمحاكمة وبيتم إثبات إنه مجرم. وبكده بيبقى كلاوس قدر إنه ينتقم منه على كل اللي عمله فيهم. وقبل ما القاضي يسجن أوليف يحكم عليه إنه يواجه كل المخاطر اللي الأطفال واجهوها لوحده، ومنها إنه يتحط في بيت قايد الصقور، وإنه يواجه العلق في البحيرة لوحده، وإنه يتحبس في عربية على قضيب قطر. وبعدها بيهرب أوليف من السجن وبيختفي تماما من الوجود، وبيبقى الأطفال انتقموا منه وتخلصوا منه للأبد، وما بيبقوش مهتمين هما يروحوا لمين ولا يتعاملوا مع مين، لأن مهما كان الشخص الشرير هيقدروا إنهم ينتصروا عليه وهم سوا زي ما حصل مع أوليف.